كل سنة وانتوا طيبين وبخير. 2026 اهي بدأت، وكلنا طبعا طلعنا الكشاكيل بتاعتنا وكتبنا قائمة الأهداف والطموحات الجديدة. بس بصراحة كده، كم مرة عملنا القائمة دي وفي آخر السنة لقيناها زي ما هي بالظبط؟ النهاردة بقى هنتكلم عن فخ كلنا بنقع فيه برجلينا، فخ ممكن جدا يكون هو السبب إن أحلامنا بتفضل مجرد حبر على ورق. يلا بينا نشوف إيه حكاية الفخ ده وإزاي السنة دي بالذات نهرب منه. الجملة دي لوحدها كده عايزة وقفة. ازاي يعني المثالية تبقى مأساة؟ ده احنا طول عمرنا بنسمع ان لازم كل حاجة تبقى بيرفكت وما فيهاش غلطة. الكلام ده تحس انه بيخبط في كل اللي اتربينا عليه، وهو ده بالظبط اللي هنكتشفه مع بعض النهاردة، ان سعيك المبالغ فيه للكمال ده ممكن يكون هو اكبر عدو ليك. السؤال ده هو مربط الفرس زي ما بيقولوا. كلنا مع أول السنة بنبقى شعلة حماس، هروح الجيم وهبقى فورمة وهتعلم ألماني وهبدأ المشروع اللي بحلم بيه من سنين. بس خلينا صراحة مع بعض، كام هدف من دول اتحط على الرف أو اتأجل عشان بنفضل نقول لنفسنا لا لسه مش جاهز، أو لازم أعمله بشكل مثالي مخرش المية؟ يلا بينا ندخل في أول قسم، الفخ المثالي. بالظبط كده، المثالية دي عاملة زي مصيدة الفئران، حاطينك حتة جبنة رومي شكلها يفتح النفس، بس أول ما تقرب منها تك بتقفل عليك. بتدخل حياتنا كده في شكل طموح وحاجة جميلة، وفجأة نلاقي نفسنا محبوسين مكاننا ومش عارفين نتحرك خطوة واحدة لقدام. طب إيه هي المثالية دي بالظبط؟ بعيداً عن الكلام المكلكع، هي ببساطة إنك تبقى مرعوب من الغلط. ده الشخص اللي لو بيكتب إيميل شغل ممكن يقعد يكتبه في ساعة ويراجعه في ساعتين ويغير الفاصلة ويحط نقطة، وفي الآخر خالص ممكن ما يبعتوش أصلاً عشان حاسس إنه مش مثالي كفاية. أي حاجة أقل من 100% عنده تعتبر فشل ذريع وكارثة، وده بيخليه عايش في جحيم من القلق وجلد الذات المستمر. طيب هل الكلام ده ممكن يكون بينطبق علينا؟ يلا نعمل اختبار سريع كده نشوف مين فينا عنده الفيروس ده. ما تقلقوش، اختبار من غير إبرة ولا حاجة، شوية أسئلة على الماشي كده. بصوا كده على الشاشة وركزوا معايا. هل عندكم تفكير يا أبيض يا أسود؟ يعني يا إما المشروع ده يكسر الدنيا ونبقى بيل جيتس، يا إما بلاش منه خالص ونقعد في البيت. هل بتجلدوا نفسكم على أقل غلطة كأنها نهاية العالم؟ هل بتفضلوا تأجلوا بداية أي حاجة عشان مستنيين اللحظة المثالية اللي عمرها ما بتيجي؟ لو لقيتوا نفسكم بتهزوا راسكم على كام حاجة من دول فأهلا بيكم في النادي. ما تتخضوش، انتوا مش وحدكم خالص، دي حفلة وكلنا معزومين فيها. دي مش مشكلة في شخصيتكم، ده مجرد سوفت وير أو برمجة في دماغنا اتعودنا عليها. والخبر الحلو بقى إن أي برمجة في الدنيا ينفع يتعمل لها تحديث أو أبديت وممكن نغيرها خالص. طيب إيه الدليل القاطع إن المثالية دي وحشة؟ مش يمكن ده أي كلام تنمية بشرية؟ لا، في قصة حقيقية ومشهورة جدا هتوضح لنا الفكرة دي بشكل عبقري. قصة هتخلينا نعيد تفكيرنا 1000 مرة في مفهوم الجودة والكمية. الحكاية دي حصلت بجد في فصل تصوير في جامعة أمريكية. الأستاذ بتاعهم قرر يعمل تجربة مجنونة شوية، قسم الفصل نصين، النص الأولاني سماهم مجموعة الكمية وقال لهم يا جماعة تقييمكم هيعتمد على عدد الصور اللي هتسلموها، اللي هيسلم نت صورة هياخد امتياز، مش مهم بقى الصور دي حلوة ولا وحشة. المجموعة التانية بقى مجموعة الجودة، قال لهم أنا عايز منكم صورة واحدة بس طول الترم، بس لازم تكون صورة عبقرية، صورة تدخل التاريخ كده. سؤال المليون جنيه، قبل ما اكشف النتيجة فكروا فيها كده لثانية. مين اللي هيطلع صور أحسن؟ الناس اللي مطلوب منها ترمي أي صور عشان تكمل عدد، ولا الناس اللي قاعدة بتخطط وبتتفلسف عشان تطلع تحفة فنية واحدة؟ المنطق بيقول أكيد مجموعة الجودة، صح؟ والمفاجأة الصادمة، كل الصور العبقرية، الصور اللي بجد تخطف العين، طلعت منين؟ من مجموعة الكمية. أيوة، بتوع 100 صورة، الناس اللي كان مطلوب منها عدد وبس. طب إزاي ده حصل؟ الموضوع بسيط جدا. مجموعة الكمية نزلوا الشارع يصوروا كل يوم، جربوا إضاءات وزوايا وتكنيكات مختلفة، غلطوا 100 مرة واتعلموا من كل غلطة. إيديهم كانت في الشغلانة بمعنى الكلمة. على الناحية التانية مجموعة الجودة قعدوا يقروا كتب نظريات ويتفلسفوا عن الفكرة المثالية، وكانوا مرعوبين يجربوا عشان ما يغلطوش. النتيجة اتشلوا من كتر التفكير. وهنا بقى الدرس الحقيقي اللي يبروزوه. الجودة مش وحي بينزل عليك فجأة وانت قاعد بتفكر. الجودة هي نتيجة طبيعية للكمية، للممارسة، للغلط وللتعلم من الغلط. عايز تبقى كاتب شاطر؟ اكتب كتير. عايز تبقى مصور جامد؟ صور كتير. مفيش أي طريق مختصر. تمام، اقتنعنا خلاص إن المثالية دي مصيدة. نعمل إيه بقى؟ هل نستسلم ونكمل تأجيل وتسويف؟ لا طبعا، القسم ده هو خطة الهروب، وهنا هنديكم خطوات عملية واضحة عشان نكسر السجن ده ونطلع للنور. دي الثورة الشخصية اللي هنعملها على نفسنا. أولاً ابدأ فوراً، ما تستناش تبقى جاهز 100% عشان اللحظة دي مش هتيجي أبداً. تانياً حط لنفسك ميعاد نهائي صارم والتزم بيه، ده بيقتل التسويف.
ثالثاً، غير نظرتك للغلط. الغلطة مش نهاية العالم، دي مجرد معلومة أو داتا بتقولك إيه اللي محتاج يتصلح المرة الجاية. ورابعاً، ودي أهم واحدة، خلي أهدافك ليها معايير فار. يعني إيه بقى فار؟ فار دي اختصار ل Flexible, Achievable, Realistic، يعني هدف مرن قابل للتحقيق وواقعي. اسألوا نفسكم، هل الهدف اللي حطه ده مرن كفاية لو الظروف اتغيرت؟ هل هو أصلاً ممكن أحققه بإمكانياتي الحالية؟ يعني مثلاً ما تقولش هبقى بطل العالم في الشطرنج وأنا لسه بتلخبط في حركة الحصان. لو أهدافكم دايماً مخلياكم محبطين، يبقى غالباً هي مش واقعية ومحتاجة تتظبط. وده بيوضح نقطة مهمة قوي. عشان توصل ل 80% من الجودة في أي حاجة ممكن تحتاج مجهود معقول، لكن عشان توصل لل 20% الباقيين بتوع الكمالات بقى هتحتاج مجهود أضعاف أضعاف. زي اللي بينظف الشقة، 80% من التنظيف بيخلص في ساعة، ال 20% الباقيين بقى بتوع تلميع النجفة بالقطنة ورص المجات حسب اللون، دول ممكن ياخدوا يومين لوحدهم ويخلصوا على صحتك. هل يستاهلوا؟ غالبا لا. ودلوقتي نيجي للزتونة بقى، الخلاصة. الموضوع مش مجرد تكنيك وبس، دي فلسفة وعقلية جديدة محتاجين نتبناها، خصوصا مع بداية سنة جديدة زي 2026. الجملة دي عبقرية وعايزاكم تبرزوها. معناها ببساطة إن كلنا عندنا نقص وكلنا بنغلط. الشطارة مش إننا نخبي العيوب دي أو نعمل نفسنا ملايكة، الشطارة إننا نعرف نتعامل مع العيوب دي بأحسن طريقة ممكنة. وده يخلينا نفكر في الموضوع زي، تخيل لو معاك عربية لادا وكل يوم الصبح بتزعق لها وترفس فيها عشان مش بتجري زي المرسيدس. هل ده منطقي؟ لا طبعا يا باشا، هي لادا. الهدف مش إنك تحولها لمرسيدس، الهدف إنك تقبل إن معاك لادا وتخليها أحسن وأجمد لادا في التاريخ، تصلحها، تروقها وتستمتع بيها. هو ده بالظبط اللي المفروض نعمله مع نفسنا. الكمال لله وحده. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بنغلط عشان نتعلم ونتطور. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الغلطة مش فضيحة، دي فرصة للتعلم والتوبة والرجوع. حطوا الجملة دي قدامكم دايما. المثالية دي سراب، كل ما تقرب منه يبعد، لكن التقدم حتى لو خطوة واحدة كل يوم ده شيء حقيقي وملموس وتقدر تبدأه حالا دلوقتي. وده السؤال اللي هنسيبكم معاه مع بداية 2026. إيه رأيكم لو الهدف السنة دي ما يكونش تحقيق الكمال أو إبهار العالم؟ إيه رأيكم لو الهدف ببساطة هو إننا نبدأ وبس؟